السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد مع ليلى أسكور. كنتمنى ان شاء الله يلقاكم في احسن الاحوال وبخير وعلى خير. اقتراح اليوم ان شاء الله غادي نقترح عليكم واحد الطويجين بلدي بالدجاج البلدي والزيتون ديال الدار من عند توابل كلها ان شاء الله من عند توابل. كنتمنى ان شاء الله الاقتراح ديال اليوم يعجبكم وينال استحسانكم، وما تبخلوش عليا باللايكات ديالكم وبالتعاليق الرائعه ديالكم، وكنعتذر منكم على طول الغيبه. وعلى بركه الله ندوزو لا كوموند ديالي اللي كنت دوزت مع التوابل اليوم بغيت نشاركها معكم. الصراحه هي كانت جاتني شحال هذه ولكن لظروف صحيه يلا قدرت نبارطاجيها معكم. غادي تلاحظوا انني طولت الغيبه واحد شويه. المهم البنات هذا التوابل اللي كنت هضرت لكم عليه اكبر السوق شبكيه عبر الانترنت. صراحه عندهم داكشي رائع وزوين. ودابا غادي نشارك معكم واحد التطبيق. هو ماشي تطبيق، هو بحال كتالوج. يعني غادي تجيكم سهله تقداو من الواتساب بلا ما تحتاجوا كاع ديروا التطبيق في الهواتف ديالكم. غادي نشارك معكم هاد المنتوجات اللي اختاريت. هي هذه خديت هنايا التحميره، خديت المهم العطريه اللي كنستعمل الخرقوم ديال الدار. هاد العطريه اللي غنشارك معكم كلها مصيبه على اليد من عند جمعيات نسويه اللي كيقوموا بهذا العمل. يعني ياخذوا داك الحبوب وكيطحنوهم على يديهم وكينقيوهم. يعني كل شيء الحمد لله ديال الدار مصايب على اليد، ما تخافوا منها حتى شي حاجه. خديت الكمون، خديت توابل ديال السمك ديال الدجاج، الشرموله ديال الحوت ديال يعني توابل ديال اللحم. اي حاجه كطيح لكم في البال تبارك الله كلشي عندهم. خديت لي بزار جديد. العطريه عرفتي بالقوه ديال الجدوديه ديالها كتاكل في النيف. هنايا خديت البذور ديال اليقطين باش نصايب معكم ان شاء الله شي خبيزات ولا هكا شي بريوش. هنايا خديت الدقيق ديال النبق حتى هو زوين اولا النبق كل واحد كيفاش كيسميه. كنفطر به هكا في الصباح مع زيت العود. هنايا خديت هاد البذور المختلطه اولا حبوب مختلطه اللي كتصلح للخبيزات. هنايا خديت الزعتر تبارك الله الريحه ديالو زوينه بزاف. وهنايا خديت الشعير اولا الزميطه ديال الشعير اللي زوينه بزاف هكا حتى هي كتصلح للفطور ولا الكوتي في العشيه. هنايا خديت هذا الكسكس الخماسي فيه 5 ديال الانواع ديال الحبوب حتى هما من عند تعاونيه سند النسويه. هما اللي كيصايبوا هذا الشيء على يديهم تبارك الله. المهم راه كل امبالاج فيه جميع المعلومات، فيه شنو المكونات اللي فيه، رقم تعاونيه او الجمعيه. هنايا خديت هاد البلبوله ديال الشعير اللي ضروري كنفطروا بها حتى هي في الصباح. تكون زوينه ديال حسوه ديال الصباح ان شاء الله دابا نشاركها معكم. هنايا خديت هذا الزيتون البلدي ديال الدار هو اللي غادي ندير معكم في الطاجين ديال اليوم. وكذلك حتى الزيتون كحل منسم بالزعتر. وخدي بغيت نوريكم هنا كيفاش كيجيو تبارك الله. لومبالاج محكم الاغلاق، يعني حتى شي حاجه ما طاحت، حتى شي حاجه ما تهرست، حتى شي حاجه ما تخوات. كلشي كيوصلكم في امان الله. لومبالاج كما كتشوفوا بالتاريخ ديالو مسدود على حقه طريقه، فيه تاريخ الانتاج والتاريخ ديال انتهاء الصلاحيه. لومبالاج رائع صراحه زوين. ومني كتحلوه يعني فيه واحد البليصه مني كتعاودوا تسدوه وكتحافظوا عليه الزعتر تبارك الله زوين بزاف بزاف بزاف. انا عجبني. وكذلك البذور ما فيهم لا غموله لا داك الخموليه لا حتى شي حاجه. كلشي كيوصلكم في امان الله. ان شاء الله غادي نحط لكم في صندوق الوصف النمره ديال مصلحه الزبناء. كاينه واحد السيده تما غادي تجاوبكم اي حاجه احتاجيتوها وبغيتوها تواصلوا معها. وكذلك غنحط لكم الكتالوج باش تدخلوا تشوفوا جميع المنتوجات اللي دايرين. ودابا ان شاء الله غادي ندوزو باش نحضروا الطاجين ديالنا ديال اليوم على بركه الله. بالنسبه للطاجين انا غادي نستعملوا بالدجاج البلدي باش نبقاو في اطار البلدي. هنايا خديت واحد الفروج بلدي باقي صغير. صراحه نتوما كما كتشوفوا زوين. يعني الا مشيتو تختاروا تقولوا ليه اللي صغير كتكون عنده تقريبا شهرين كيكون زوين. هنا عندي كميه من البصله اللي شلطتها على الطريقه. هنا عندي الخرقوم البلدي من عند توابل بطبيعه الحال. هنايا عندي شويه ديال الابزار وشويه ديال الكمون عفوا. واحد القبيصه ديال الكمون ضروري حنا كنديروها في الدجاج. وهنايا سكينجبير. العطريه راها جديده بحال ديال العيد الكبير اللي كناخذوه في العيد الكبير. وهنايا نستعمل الزيتون بطبيعه الحال هذا ديال التعاونيه. انا عندي مصير هذا كنت صايبته انا على يدي، صايبته داك العام. هكا كيجي زوين معلك وزوين. هنا عندي شويه ديال الزعفران شعره رقدته في شويه ديال الماء حتى طلق لي اللون. وهنا عندي
ضريسات ديال الثومه، كما كتعرفوا الدجاج كيبغي الثومه. وهنايا عندي الربيع، قزبور ومعدنوس. وهنا عندي واحد المعلقه صغيره ديال السمن ديال الدار، وعندي دويمه ديال الزعفران باش غادي نديرو اللوين. انا نشارك معكم الطريقه ديالي، وكل وحده راه تبارك الله كتعرف تصايب الطويجين. هاد الطريقه هذه ديال الطيابات اللي كيطيبوا في العراسات، يعني كيجي باللذه ديال العرس، كيجي لذيذ بزاف. هنا خديت لها شوار كنديروا فيها داك الربيع والثومه وواحد نص مصيره، وغادي ندير فيها واحد تقريبا نص كاس صغير ديال الماء، وغادي نطحنوا كلشي مزيان صافي. وغادي نديرها في هاد لوبول اولا في شي بانيو، ولا المهم على حسب الدجاج اللي عندكم. انا عندي دجاجه كامله، ودجاجه غير صغيره ماشي كبيره بزاف. غنخوي داك الخليط ديالي في هذاك الزلافه باش نشرمل داك الدجاج، نخليه يشرب داك الاقامه، عاد نطيبوه في الطاجين صافي. هنايا حليت العطريه ديالي كما قلت لكم، كتهزوا منها القياس اللي بغيتو وكتعاودوا تسدوها. راه فيها واحد اللعيبه بحال اغميتيك، هذه كتحافظ على داك الطراوه ديال المنتوج، وكذلك ما كيتحلش وكيبقى مسدود، ما كيوقع ليه حتى شي حاجه صافي. هنايا ضفت شويه ديال البزار، الخرقوم البلدي، غادي نضيف شويه ديال السكنجبير. تبارك الله العطريه جديده جديده زوينه بزاف. وهنا حنا ضروري كنديروا واحد راس معلقه ديال الكمون في الدجاج، كتعطي واحد النكهه زوينه، واحد اللمسه خاصه. واللي ما بغاش ديرو ما ديروش بطبيعه الحال صافي. هنايا نخوي داك الماء اللي فيه الزعفران شعره، وداك الدويمه غير اختياريه، اللي بغيت ديرها ديرها، اللي ما بغاتش بحال اللي هي هذيك الدويمه كتخلي داك الطويجين يجي معلك ومحمر. اللي ما بغاتش ديرها وما عندهاش معاها ما ديرهاش صافي. هنا نضيف ديك السمينه، واحد شويه ديال السمن، وغادي نخلطو مزيان داك التوابل ديالنا. على هاد الطريقه نخلطوهم. بعدا في التخليطه ديال الشرموله كتعطي واحد الريحه لذيذه بلديه 100%. صافي هنايا بعد ما غادي نخلطها، غادي نحاول ناخد الدجاج ديالي ونلبسو كامل بهداك الشرموله، ونخليه شويه كيشرب بحال هكا. نحاول ندخل داك الشرموله وسط من الجلده وما بين الجلده واللحيمه على هاد الشكل. اصلا الدجاج بلدي اصلا كيجي بنين، راكم عارفين كما درتو ليه صافي. كنحاول نشرملها كامل على هاد الطريقه ونخليوه على جنب، وندوزو نوجدو الطاجين ديالنا. المهم باش ما تشرمل كيجي زوين، عارفين الدجاج كيبغي شويه ديال الحزاره ضروري خصنا نحزروه باش كيجي بنين اكثر صافي. هنا بعد ما لبست لديك الدجاجه الشرموله كتجي بنينه. هاد الطريقه هادي صدقوني جربوها ان شاء الله وغادي تعجبكم، كتجي ساهله وفي نفس الوقت لذيذه صافي. هنايا ندوزو باش ناخدو الطاجين. المهم انا استعملت الطاجين هذا المربع كيعجبني وكنت خديته شحال هادي، راه فايت ليا شحال هادي شي عامين دابا باش خديته من اسفي. كنت اولا اكثر. كنت شاركت معكم في طاجين ديال اللحم بالبرقوق، صراحه كيجي زوين صافي. هنا غنفرش داك التفريشه ديال البصله، ومن بعد نخلي شويه حتى من بعد ونعاود نغطي بها الدجاج. غنديروا قياس ديال الزيت نباتيه. كاين اللي ما كيديرش الزيت في الاول كيديرها حتى الاخر، انا كندير كلشي من الاول باش ما ننساهاش، حيت شحال من مره كنت كنساها صافي. غنستف هذوك الطريفات ديال الدجاج ديالنا بهذه الطريقه. نقادو الطويجين، المهم كديروا على حسب عدد الاشخاص. لا ما بغيتوش ديروا الطاجين راه ممكن حتى الطريقه ديروها في الكميله ولا في الكوكوط ولا في الطنجره، كل واحد حر كيفاش كيقدمها. كاين اللي ما كيبغيش المذاق ديال الطاجين سبحان الله، ولكن الاغلبيه كيحماقوا على الطاجين، المغاربه كاملين صافي. هنايا غادي نعاود نغطي بالبصله. المهم هنا درت قياس ديال واحد 2 بصلات كبار، كيف ما قطعتهم لان غادي يذوبوا مع الطياب على هذا الشكل. وغادي نديرو فوق البوطه يبدا يتشحر ويطلع الغليه. بعد ما كيتشحر ليا هانتوما كتشوفوا، بعد ما كيطلع الغليه هو الراس، وديك البصيله هي كتطلق الماء، وداك العطريه هنا راه ما ضفت لا ما لا والو، غير داك العطريه اللي درت والتوابل اللي درت والبصله هي اللي طلقات الماء. فهاد المرحله غنضيف هذاك نص مصيره اللي بقى ليا صافي، وغادي نسد عليه على عافيه مهيله ونخليه يطيب على خاطرو
الا خصو الماء ديك الساعه غادي نزيدو. صافي هنا في هذه المرحله انا غادي نضيف الزيتون. الا بغيتو تحيدوا ليه العظم ممكن. كاين اللي عاوتاني كيطلع فيه الغليه بواحد شويه ديال الماء وكيضيفو، كل واحد الطريقه ديالو. المهم انا هنا لقيت الزيتون يعني واجد طايب وكل شيء ما يحتاجش نغليه، درته مباشره مع الزيتون. حيت هنا ما غندير لا خضره لا والو. هذيك الشرموله اللي بقات ليا في هذا هي اللي زدت فيها واحد شويه ديال الماء وغادي نزيدها من الفوق. صافي ونسد عليه ونخليه يكمل الطياب ديالو على خاطرو حتى كيطيب. وكان هذا هو الشكل النهائي ديال الطواجين ديالنا ديال اليوم. انا قدمته مع شويه ديال الفريت، هي اللي كيبغيو الوليدات. بغيتو ديروا معاه بطاطا طيبه ولا خضيره ولا اللي يعجبكم. المهم التقديم كيبقى اختياري. انا قدمته على هذا الشكل خفيف ظريف، صراحه جا زوين ولذيذ بزاف بزاف كما كتشوفوا. كنتمنى ان شاء الله الاقتراح يعجبكم ويناسي حسانكم. وسمحوا لي على طول الغيبه، صراحه مريت بواحد الظروف صحيه اللي قاهره. الحمد لله الشكر لله على كل حال. وكنتمنى ما نعاودش نغيب عليكم ان شاء الله. وكنشكر التوابل على العطريه وعلى حسن التعامل، صراحه داكشي عندهم زوين. كنتمنى تزوروهم، تزوروا الكتالوج ديالهم. هي اللحمه طايبه يعني في الطاجين. اللي كيقول لك الدجاج باللي ما كيطيبش في الطاجين بالعكس راه كيطيب، خصوصا الا كان على عافيه مهيله وتوجدوه على خاطركم. كيجي رائع بزاف بزاف وراكم عارفين الطاجين هنا لينا حتى هي دارت يديها بغات تذوق معانا حتى هي عجبها. المهم كيجي لذيذ وكيطيب، خصوصا الا كان الفروج ولد العام يعني كما كنقولوا باقي صغير دغيا كيطيب، ما تخافوش منه. وصراحه جا لذيذ بزاف بزاف بزاف. كان هذا هو الطويجين ديالنا، وما تبخلوش عليا باللايكات وبالتعاليق الزوينه وبارطاج علاش لا. وانتظروني في فيديوهات قادمه ان شاء الله. دائما مع ليلى اسكور. تهلاو في راسكم. بسلام عليكم. الى فرصه قادمه ان شاء الله.